المعرفيون والمجتمع. يرى المعرفيون أنه لا بد من التأكيد على حقيقة الصراع الذي يراود النفس الإنسانية على كل صعيد من خلال التناقض الذي يستوطن الفرد. فمهما اتسع الإيمان واشتد بحقيقة الإيثار والمحبة، فبالمقابل تستوطن الأنانية والبغض، مما نلمس دوما التناقض على كل موقف وصعيد، بيد أن النصر الحقيقي هو المتجسد دوما في تغليب الخير العام على الخاص والسعي نحو المعرفة، لأنها عماد كل حركة طبيعية. ومن خلال التخبط في سلسلة نقائض وتناقضات جمة تميل لصالح نفع الأفراد المادي وخسران الغالبية البائسة، يصارع المعرفي أمام حقيقتين متناقضتين، ومن خلالهما تنبثق الصراعات نحو الأعمق والأشد، حتى تتلاشى البناءات كلها بيد الأفراد المحتقرين للكتل البشرية العامة، ليتصاعد البؤس أكثر فأكثر في الهرم السفلي ليبلغ أوج انهياره باتجاه الأعلى، حيث عاين المعرفي المجتمع ولاحظ أن الفوقية هي السبب في جعل الناس أسفلنا أقزاما ودمى، ولا بد من النزول من الأعلى إلى الأدنى الطبيعي العادي باتجاه إقامة حركات مدنية مؤسساتية ترفض أمن وصيرورة المجتمعات في بلوغها رفاهيتها وعافيتها، باتجاه الإبقاء على الجميل الكلي المتجلي في المجتمع والطبيعة، والتحلي بالحكمة والموضوعية في المسير بهذا الموج المجتمعي نحو المعرفة. وهذا ما يود المعرفيون إيصاله للأجيال، وهو الوقوف على حقيقة الحياة من كونها صراع لأجل إحقاق المعرفة، ووقف العنف والتلوث لأنهما وبال على الوجود بأسره دون استثناء رقعة من الوجود. ويمكن عزل السلطة الاحتكارية تدريجيا من خلال تحقيق ثورات ذهنية مرحلية في صفوف الجماهير، وتقليص دور الأنظمة الغارقة في تناقضاتها من خلال التوغل في المؤسسات، ولا بد من فرز الحقوق والواجبات. فالدولتية هي الاحتكار، وكل سلطة هي الاحتكار بطبيعتها، والسلطويون لبسوا القناع الواهي تمويها عن سلطويتهم من خلال تقديمهم لحقن ووصفات التغيير والثورة والنزول لتطلعات الجماهير من خلال إبداء الكتب والمرافعات التي صدعت من خلالها رؤوس الغالبية المدركة والمطأطئة لها، ولم تنجو من حيلها التي نصبتها لنفسها أمام إدراك الشعوب لهذه الحقائق عبر التاريخ الأزل. فالمنظومة الشمولية الحزبوية تمارس فعل الدولة القامعة في منهجية تعاملها مع منافسيها وشعوبها بنمط من الاستعلاء والتفرد وغياب أي شكل من أشكال العدالة والتشاركية، ومن خلال منطق القوة المتداولة. وهذه حقيقة اصطبغت واقع الشرق الأوسط من خلال أنظمته المعاصرة، والتي ورثت أحزابا على شاكلتها موالاة ومعارضة، وما أسفرت عنه مرحلة ما يسمى بالربيع العربي. فما ورثته الدولة انتقل للحزب والعائلة، وبات نمط التفكير للمجتمع المنعزل. أما الحديث عن ديمقراطية الشعوب في ظل هذه التجاوزات الجائرة فمعناه تهويم العقل المجتمعي وخداعه بطريقة أشد دهاء وانحطاط. فالديمقراطية بحاجة أولا لطرح رؤى مشتركة تلامس متطلبات الجماهير بما يتناسب مع حاجتها للاتحادات والتبادل المعرفي خارج إطار الدولة الجغرافي.
وتحقيق أسس المنفعة الحيوية من إرساء لدعائم الاقتصاد والعمران، وبناء المؤسسات العلمية والثقافية التي تواكب حقيقة المجتمع المعرفي الذي هو الدليل الرئيسي نحو عملية التحول الديمقراطي. وما الديمقراطية إلا تجسيد لولادة تامة في ظل مخاض عسير ومؤلم. ولا يمكن بناء أي نظام ديمقراطي وتطبيقه تطبيقا حسنا دون بعث حركات تنويرية تدخل في سياق بناء مجتمعات مدنية، وذلك لأجل تحرير الناس من مفاهيم التجهيل ومفردات الدولة الأمنية الشمولية. وتطبيق الديمقراطية بالتزامن مع التشجيع والاهتمام المتواصل بالجانب المعرفي من إحداث مؤسسات ثقافية اقتصادية اجتماعية وخدمية وصحية ونوادي متعددة المجالات، وترسيخ ذلك في المجتمع لاستقطابه، بغية تأهيئة الناس على المدى المنظور لأجواء الديمقراطية الجوهرية القائمة على الوعي لا الاعتباطية. والمجتمع المعرفي هو البديل عن المجتمع الاعتباطي، لأن الاعتباط يولد العبودية، ومن الجليء التعريف بالقوة الفاعلة منعا من انحلال المجتمع. فالمجتمع روح، والأفكار تنشأ بفعل التمازج والتبادل، والعولمة التي استدعى طرحها هي المبنية على التعريف بالطاقة المتوثبة لدى الشعوب التي تتسابق لإعلان خاصيتها. أما القوة العسكرية فقد خضعت أبدا في بداية تمثلها لإيديولوجيات العنف التي سهل منظروها الطريق أمام حسنات من الاقتصاديين الباحثين عن الربح الأقصى من خلال تهديد وشل اقتصادات الدول وخلق الأزمات. والبديل عن كل ذلك متمثل بوضع المشاريع الإنمائية التي تضع حدا للمعاناة المتفاقمة لأجل أن تتشارك كل الطاقات والإمكانات لتحسين المدن، ولأجل بناء وجود متعزز بطاقة الخلق لا متزعزع بالدمار والخرق. والعقلانية إذا لم تركن للمثل صعب أن تنقذ لو شيء بسيط من ميراث الإنسانية الغني. لتخرج الديمقراطية عن كونها ستارا يخفي الانهدام وبقائها مجرد مزعم باهت تتقاذف ألسنة منظري الاشتراكية والرأسمالية، وتحويل الجهود لخدمة المجتمع لا تحويرها لخدمة الأفراد، لأجل إحياء منهج التشاركية في صنع القرارات خارج القناع الأناني المتسلط الذي قوبل به المجتمع الطبيعي من خلال الحرص على جهله وقتل معرفيه ووضعه في مزالق العنف والاحتقان والتحلل والفوضى والانهيار الشامل. فبناء الفكر المعرفي ضرورة اليوم لفهم طبيعة العصر، حيث لم تتحقق الاشتراكية كنظام معتمد تطبيقي، ولم تتحرك قيد أنملة عن كونها مجرد تصور انتهى بمجرد التخبط والخروج عن مساره المزعوم والانحراف عنه صوب إقامة الدولة القومية الاستبدادية التي مثلت في الوقت الحالي إلها للرأسمالية الحديثة.